بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات، وحلقة جديدة وموضوع جديد من المواضيع اللي احنا دايما بنقدمها لكم. والنهاردة موضوع شيق جدا جدا جدا، وسؤال متكرر عنها دايما: يا دكتور خليفة، هل الكركديه بينزل الضغط ساقع ولا سخن؟ وهل نشربه ساقع ولا سخن؟ يا جماعة الخير، معروف ان الكركديه بينزل الضغط سواء كان ساقع او كان سخن. ليه يا دكتور خليفة؟ لان هو الكركديه المادة الفعالة واحدة بتاعته، المعدة مش هتفرق بين الساقع والسخن. فياريت يا جماعة نعرف ان الكركديه سواء ساقع او سخن بينزل الضغط، ولكن الكركديه السخن بينزله اسرع شوية. تاني حاجة لازم نكون عارفينها إن الكركديه لا يمكن الاعتماد عليه في حالات الطوارئ، يعني حالة ضغطها عالي جدا ومحتاجة تروح المستشفى ما ينفعش اعتمد على الكركديه اعتماد كلي اللي هو ينزل الضغط، لازم نتوجه للمستشفى. وياما حصلت مصايب بسبب اعتماد الناس على الكركديه. يعني ما ينفعش واحد يكون ضغطه 200 على 100 واروح اشربه كركديه واقول لك الضغط هينزل كده. ليه؟ انت كده بتعرضه لا قدر الله يحصل له مشكله في المخ، وتعرضه اللي هو يموت بسبب الضغط العالي. زي عم محمد اللي انا حكيت لكم عليه قبل كده، اللي كان ضغطه عالي جدا واهله ادوا له كركديه على اساس ينزل الضغط، والراجل دخل ينام ودخل في غيبوبه قبل كده، ونقلوه المستشفى وطلع عنده نزيف في المخ بسبب الضغط العالي، ودخل العنايه واتحط على جهاز تنفس صناعي ومات بعد كده. ده كله بسبب ايه؟ بسبب جهل الاهل اللي هم راحوا شربوه كركديه واعتمدوا عليه اعتماد كلي اللي هو ينزل الضغط، وللاسف الكركديه دخلوا في غيبوبه كبيره. ومش هو يعني الفكر الناس نفسه ان الضغط العالي دخلوا في نزيف في المخ بسبب اعتمادهم على الكركديه اللي هو ينزل الضغط. دي تاني حاجه. طيب الكركديه فيه يعني مواد مضاده للاكسده او انتي اوكسيدانت، فعشان كده بيحمي من الامراض والاورام والسرطانات والكلام ده كله، فالكركديه حاجه كويسه برضه. الكركديه برضه بيساعد في علاج النقرس لانه بيقلل من انتاج اليوريك اسيد في الدم، فبرضه يعني من الحاجات المفيده بتاعته اللي هو علاج النقرس. الكركديه بيعالج الضغط لانه بيأثر على حاجه اسمها الاي سي انزيم، فبيعمل له انهيبيشن شويه، فبيعالج الضغط او بينزل الضغط بهذه الطريقه. عشان كده لازم نكون عارفين ومتاكدين ان الكركديه ليه فوائد كتير جدا، بس احنا يعني ننقعه بالطريقه الصحيحه وننقعه فتره طويله وهيدينا نتائج احسن واسرع ان شاء الله. بس بلاش نستعمل الكركديه كعلاج اساسي وعلاج فعال لعلاج الضغط، لانه نعتبره كماده مساعده فقط لا غير. يعني لما تكون حاله ماشيه على علاج ضغط ما ينفعش نبطل علاج الضغط ونستعمل كركديه. زي ما قلنا حاله ضغطها عالي قوي ما نسيبش الحاله ضغطها عالي كده ونروح نديله كركديه ونبطل او ما نودوش المستشفى. ودي كانت معلومه بسيطه حبيت اقولها لكم النهارده مع الدكتور خليفه مختار خليفه، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. واشوفكم دايما على خير ان شاء الله في معلومه جديده ولقاء جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.